يشهد عدد من دول العالم اليوم أطول كسوف حلقي. هذا الحدث الذي يبدأ تباعا بعد أقل من ساعة من الآن لن يتكرر قبل أكثر من 1000 سنة بهذا الطول، وسيشاهد الكسوف بوضوح في كل من الخرطوم وطرابلس وتونس، فيما ستكون الصومال الدولة العربية الوحيدة التي سترى الكسوف الحلقي. أما بقية الدول العربية فستشاهد كسوفا جزئيا فقط. وسيبدأ الكسوف في مصر الساعة 7:05 صباحا بتوقيت القاهرة، وفي السعودية الساعة 8:14 بتوقيت مكة المكرمة، أي من المفترض أنه بدأ. أما دولة الإمارات فسيشاهد فيها الكسوف الجزئي بدءا من أبو ظبي ثم مدينة العين ودبي من الساعة 9:15 صباحا. معنا هنا في الاستوديو المهندس محمد عودي رئيس المشروع الإسلامي لرصد الأهلة. سيد محمد، أهلا بك في نشرة الأخبار. بداية حتى لا يلتبس على المشاهد، قيل أنه لن يتكرر إلا بعد 1000 سنة، هنا المقصود من حيث الطول وليس من حيث الظاهرة. نعم، هو بسم الله الرحمن الرحيم. ككسوف طبعا هو المعدل كل سنة يحدث ما بين كسوفين إلى 4 أو 5 كسوفات أحيانا. نحن نتحدث عن الطول، هذا كسوف حلقي، ويسمى حلقي بالمناسبة لأن القمر عندما يأتي أمام الشمس سيكون قرص القمر أصغر من الشمس، وبالتالي لن يستطيع القمر أن يحجب كامل الشمس، ستبقى حواف الشمس ظاهرة، وهذه ستبدو كحلقة، ولذلك هو طبعا يسمى حلقي. طبعا هو لن يرى حلقي في كل المناطق، هو فقط في شريط عرضه 300 كيلومتر يمتد من وسط أفريقيا انتهاء بالصين. بقية دولنا إحنا العربية جميعها سترى كسوف جزئي ما عدا كما تفضلتم الصومال. هنا فقط أريد أن أنوه بأننا نشاهد صورة الآن مباشرة من إحدى الدول الأفريقية لم تحدد بعد، حيث يشاهد فيها الكسوف على ما يبدو. هنا أريد أن أسأل أنه لماذا الصومال إذن عن بقية الدول العربية ستشاهده بشكل كلي؟ نعم، الحقيقة هو الكسوف كما ذكرت هو بسبب وقوع القمر بين الأرض والشمس، فالدول الواقعة في منتصف هذا الظل، الدول الواقعة في منتصف هذا الظل هي التي سترى الكسوف الكلي أو الحلقي. نحن الآن حلقي طبعا. أما الدول الواقعة شمال مركز هذا الظل أو جنوبه ستراه جزئي. طبعا نحن الآن بالنسبة لنا في الدول العربية بالمناسبة هو بدأ في جميع الدول العربية الآن. نعم، في جميع الدول العربية الآن الكسوف يعني الجزئي شغال طبعاً. الجزئي نعم، بل حتى الذروة وهي يعني الوقت الذي يكون أقصى جزء من قرص الشمس انكسف هو الآن في بعض العواصم. فعلى سبيل المثال نعم، عمان، القدس، دمشق، بيروت، القاهرة، جميع هذه المدن اللي أنا ذكرتها الآن هي يعني إما قبل دقائق من هذا الكلام أو بعد دقيقتين أو ربما ونحن نتحدث. نعم يعني مثلا في واحدة على 6 و9 دقائق بتوقيت جرينتش وهي دمشق، يعني الآن تقريبا نحن نتحدث تقريبا وصلت الذروة. الرياض مثلا ستصلها على 6 و19 دقيقة بتوقيت جرينتش، يعني بعد حوالي ربما 5 دقائق من الآن. نعم صحيح. نعم، فإحنا الآن في الوطن العربي هو بدأ في الجميع، وصل الذروة في قسم كبير من هذه الدول العربية، وسينتهي تقريبا بحدود الساعة 12 بتوقيتنا نحن في طيب الإمارات. بالنسبة إلى طوله، لأنه هنا قلنا بأنه لن يتكرر بهذا الطول إلا بعد 1000 سنة تقريبا. صحيح. الطول كم سيكون تقريبا؟ الآن نحن نتحدث بالمناسبة عن طول الكسوف الحلقي كما ذكرنا بالضبط. القمر سيمشي يأتي أمام قرص الشمس، سيدخل كامل قرص القمر داخل قرص الشمس، سيبقى القمر بأكمله داخل قرص الشمس لمدة 11 دقيقة و8 ثواني. والصومال التي سترى هو المركز لن يكون في الصومال، هاي نعم. لأنه حتى مدة الكسوف الحلقي تختلف من منطقة إلى منطقة حتى من التي تشاهد الحلقي. فالمنطقة ستحظى بهذا الرقم هي واقعة في منتصف المحيط الهندي تقريبا، سترى الكسوف لمدة الحلقي لمدة 11 دقيقة و8 ثواني، وطبعا هذه أطول مدة لكسوف حلقي. حتى كسوف يوم 23/12 3043 ميلادية، فنحن حتى نتحدث عن أكثر من 1000 سنة تقريبا حتى يتكرر بمثل هذا حتى يكون بمثل هذا الطول. نعم. فهو الآن في السعودية مثلا قيل يعني ونحن هيك نحاول أن نطلع على الكسوف أنه كمان بالسعودية من منطقة إلى أخرى سيتفاوت فيها الكسوف. نعم، حقيقة أنا لا أملك أرقام السعودية ولكن عندي أرقام الإمارات، فممكن أضرب كمثال الإمارات. مثلا في مدينة أبو ظبي بدأ الكسوف بتوقيت المحلي للإمارات الساعة 9:15، في حين أنه آخر منطقة في الإمارات تقريبا بدأ فيها رأس الخيمة بدأ على 9:24 دقيقة. يعني تخيل الإمارات على الرغم من أنه يعني حجمها ليس كبير جدا مزبوط. لكن نتحدث عن فارق يبلغ 9 دقائق بين أبو ظبي ورأس الخيمة. ما السبب العلمي؟ طبعا السبب في ذلك أن سبب الكسوف هو وقوع القمر ما بين الأرض والشمس، فبالتالي الذي يبدأ يعني الذي يحجب عنا الشمس هو القمر، فالذي ينظر مثلا من الجانب الأيمن سيرى موقع القمر من الشمس يختلف عن الشخص الذي ينظر مثلا من الناحية اليسرى. أنت تخيل أي شيئين أمامك
شيء بعيد وشيء قريب. أنت إذا بتزيح راسك شوي يمكن ما يجي عليه، بتزيح راسك هيك شوي لا حيجي عليه. أيوة. فبسبب أن الأرض ليست صغيرة، الأرض عبارة عن كرة، فاختلاف مواقعنا على سطح هذه الكرة هو الذي يجعلنا نرى القمر يأتي أمام الشمس بمواعيد مختلفة. طيب بخصوص يعني الكسوف الجزئي منذ أن يبدأ وحتى ينتهي، صحيح أنه سيستمر أكثر من 3 ساعات؟ لا نعم طبعا. أيضا هذا يختلف من دولة إلى أخرى، لأنه يعني هناك دول سيبدأ فيها ويكون طويل، هناك سيبدأ فيها وسيكون مدة الكسوف قصير. إذا تكلمنا مثلا عن الرياض مثلا سيبدأ بتوقيت الرياض في الساعة 8، يعني بدأ طبعا. الذروة الساعة 9:19 بتوقيتهم، أتوقع نحن الآن ربما 9:19 بتوقيتهم، وسينتهي في الساعة 10:53. يعني هذا بالنسبة للرياض. نحن نتكلم تقريبا عن 2:53 دقيقة مدته في الرياض. إذا بدي أروح مثلا على الصومال أكيد سيكون طويل في الصومال الكسوف، كونه حلقي سيكون. نعم، فهو حيبدأ على الساعة 7:13 بتوقيتهم، يعني تقريبا بحدود الساعة، يعني هو بدأ طبعا في الصومال، هو بدأ أعتقد ساعة أو ساعتين الفرق ما بين هنا والصومال. ساعة ما بينه وبين الصومال ساعة. فعلى 7:13 بتوقيتهم بدأ. الذروة كانت الساعة 8:47 وسينتهي الساعة 10:47، يعني نحن نتحدث عن 3 ساعات ونصف. لاحظ الفرق بين السعودية والصومال، واحدة. طب الآن إذا أردت أن تتوجه مثلا بنصائح لمن يريد أن يرصد ويراقب، هناك خطر على العينين. أشكرك على تذكيري، هذه ملاحظة مهمة جدا. حقيقة رصد الشمس المباشر بالعين المجردة خطير جدا، وقد يؤدي وأدى إلى عمى دائم أو مؤقت لبعض الناس. فيعني موضوع رصد الكسوف بدون استخدام الوسائل الآمنة هذا شيء خطير جدا، ويجب أن نؤكد أنه من يريد أن يشاهد هذا الكسوف، وهو الآن ظاهر في جميع دولنا العربية ما عدا، بالمناسبة نسينا، ما عدا المغرب وموريتانيا ومنتصف الجزائر، هي الدول العربية الوحيدة التي لن تتمكن من رؤية الكسوف. فالذي يريد مشاهدة الكسوف، هذه واحدة من الوسائل الآمنة، نظارة مخصصة لرصد الكسوف يرتديها الراصد، وهي تحجب ما نسبته 99.9 من أشعة الشمس. بعض الوسائل غير الآمنة نحذر منها، البعض يستخدم CD كمبيوتر، البعض يستخدم فيلم الكاميرا الأبيض والأسود، في بعضها غير آمن، فيعني الموضوع يعني خطير. طب هذه مما تتكون يعني النظارة حتى تكون آمنة؟ نعم. وتحجب بنسبة 99. نعم. حقيقة اللي يجعل هذه آمنة بشكل كبير أنه لابد أن يكون الفلتر. يمكن أن ترتديها إذا شئت. ما إذا ارتديتها لن أرى شيء، أنا الآن لا أرى شيء مثلا. يعني لابد أن يكون هذه المرشح المستخدم لابد أن يحتوي على نسبة إما من الفضة أو من الكروم، حتى يعني لا يحجب الأشعة المرئية فقط. هناك أشعة خطيرة مثل الفوق بنفسجية والتحت الحمراء، هذه لن تحجب إذا أنت اعتقدت خطأ بعينك وأنت تنظر باستخدام بعض الوسائل غير الآمنة إنه الشمس مش قوية. هي صح مش قوية بالأمواج المرئية، ولكن هناك تحت الحمراء وفوق البنفسجي أنت هاي لا تعلم عنها، وهذه خطيرة ويجب الانتباه منها. طيب الآن من بعد انتهاء الكسوف ولو بشكله الجزئي، يجوز للمرء مباشرة أن يعود أن ينظر إلى الشمس؟ ممتاز، أسئلة رائعة. طبعا لا، هذه نقطة هامة جدا. لا يوجد وقت الكسوف، أؤكد لا يوجد وقت الكسوف أي أشعة خاصة تجعل الكسوف هو الخطير، لا أبدا. الخطير هو الشمس، هي الشمس. بالعكس الكسوف أكثر أمانا للنظر إلى الشمس في غير الكسوف، لأن وقت الكسوف على الأقل الشمس نصها مش موجود. بعد الكسوف الشمس بأكملها موجودة، فالنظر إلى الشمس دائما خطير إذا لم تستخدم الوسائل الصحيحة لمراقبة الشمس. فالمشكلة ليست بالكسوف كما البعض يعتقد أن وقت الكسوف هناك أشعة خاصة لا توجد شيء خاص. الشيء الخطير هو الشمس، لا تنظر إلى الشمس. طبعا نحن لا نحذر كل يوم من الشمس، مش معقول كل يوم في الصحف المحلية وفيش شيء إياك أن تنظر إلى الشمس، ما حدش ينظر إلى الشمس. بس الآن في كسوف، هناك دافع للناس حتى ينظروا إلى الشمس. فوجود هذا الدافع هو اللي سيحفز الناس للنظر، وهذا ما يدعونا للتحذير. أخيرا بس بشكل سريع، الأسئلة تتوالى وتخطر على البال بأقل من دقيقة. كيف يتم حسابات بأنه بعد أكثر من 1000 سنة سيتم بنفس الطول؟ على أي أساس؟ حقيقة الحسابات الفلكية في زمننا الحاضر هي غاية في الدقة، ويعني يستطيع الفلكيون باستخدام الحسابات الفلكية تحديد مواقع القمر والشمس بدقة عالية، ليس فقط ل1000 أو 2000 سنة. الآن على شبكة الإنترنت اللي بيدخل سيستطيع معرفة مواعيد الكسوف خلال 5000 سنة. فالحسابات الفلكية الآن، ويعني هذه نقطة ممتازة الآن، أن هذا الكسوف هو شاهد يؤكد على الدقة المتناهية للحسابات الفلكية. فالمواعيد هذه منشورة منذ سنوات، والآن الناس بأعينها ترى كيف تطابقت الحسابات الفلكية المسبقة مع ما يروه بأعينهم. فهذا دليل يؤكد على دقة الحسابات ستكون الفلكية. معنا في نشرتنا اللاحقة لمزيد طبعا من الحديث عن هذه الظاهرة. شكرا للمهندس محمد عودة رئيس المشروع الإسلامي لرصد الأهلة. شكرا لك.